أنا قررت أطلب الطلاق من جوزي، مش عشان خني، لأ، عشان أنا اللي حبيت مديره في الشغل. اتجوزنا من 6 شهور بس. شاب في سني وشكله وسيم، بس عصبي وغير مسؤول وما بيعرفش يحتوينا. كنت دايما بنام مقهورة من طريقته، لحد ما في يوم مديره في الشغل جه يزورنا يبارك لنا. راجل أرمل وأكبر مننا ب15 سنة، ملامحه عادية بس الكاريزما والثقافة واللباقة اللي عنده سحرتني. طريقته في الكلام، ذوقه، وإزاي بيفهم الست من نظرة عينها حسسني إني مع الراجل الغلط تماما. جوزي بيعتبره سنده وقدوته، وما يعرفش إن مراته قاعدة بتتمنى لو الزمن يرجع وتتجوز الراجل ده. من يومها وأنا مش قادرة أطلعه من تفكيري، حاسة بالذنب، بس أنا محتاجة نضج واحتواء بجد. بدأت أتقرب من بنته وأكلمها، بخطط أتطلق من جوزي الأول وبعدها أحاول أقرب منه هو بالحلال. عارفة إن تفكيري ممكن يبان قاسي، بس هل أنا غلطانة إني بطلب الطلاق عشان ألاقي الاحتواء؟